بقولك اركني كده الرجيم على جنب وتعاليلي شوية. تعالي هخليكي تربربي، وهخليكي كمان تتختخي، وكمان هعليلك هرمون السعادة اللي هو الاستروجين. ايوه، عندك اكتئاب؟ تعالي، هو ده. عندك انيميا؟ هو ده. شعرك بيقع؟ هو ده. خليكي مع ماجي، عمركيش هتكوني خسرانة ابدا ابدا ابدا. بصي بقى، تعالي كده هاتيلك سندوتش، ها، وحشيمي الجمال والعظمة دي. اه والله، هو الجمال والعظمة دي. بصي الجمال، بصي الحلاوة، هو ده. بصي الكلام، بصي 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 بصي. يا جماله يا جماله، يا جمالي على السوداني، يا جماله على السمسم. هو ده السعادة كلها. اسمعي مني، بصي الطعامة، الله. سامعة القرمشة؟ يا جمالها، تحفة. اعمليها كده سندوتشات لولادك في المدارس، اعمليها كده وانت رايحة الشغل، اعمليها لجوزك وهو رايح الشغل. هتديهم طاقة، هتديهم حيوية. اسمعي كلام ماجي. أظبط طريقة وأحلى طريقة خديها من ماجي. شوفي الفيديو وهتدعمي، واعمليها وهتدعمي. الله الله. تعالوا معايا وشوفوا الطريقة. اول حاجه بقى يا حبيبه قلبي، نصلي على الرسول سوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصي يا روح قلبي، النهارده مقاديرنا انا هعمل 2 كيلو عسل. 2 كيلو عسل جبت عليهم ربع كيلو سمسم من عند العطار، تجيبي حاجتك من عند عطار نضيف كده. وجبت سوداني، السوداني هنا جايباه ربع وتمن كمان. يعني السمسم والسوداني دي حاجه ترجع لك، انا بحب السوداني والسمسم فيها يبقى كتير. وجبت كمان معلقتين حلبة مطحونة من عند العطار برضو، ومعلقتين دقيق، معلقتين دقيق بالعدد. وكمان جايبة قرطاس المحوجة، القرطاس المحوجة ده منه 6 معالق. تروحي بس للعطار تقولي له عايزة قرطاس المحوجة. وكوبايتين زيت يا قلبي، يكونوا كوبايتين زيت كده نضاف. وكمان جايبة ليمونة كبيرة. يعني المقادير ان انت لو هتعملي كيلو يبقى نص المقادير اللي انا بقولك عليها دي. عايزه تقللي السمسم، عايزه تكتريه، ده حاجه ترجع لك هو والسوداني. هجيب بقى يا حبيبتي الحله واحطها على النار، وهنزل بكوبايتين الزيت اول حاجه يسخنوا، وبعد كده هنزل عليهم بالسمسم والسوداني. هديهم بقى تشويحه في الزيت لغايه ايه، يعني ايه، زي 5 دقايق كده في الاول. هديهم تقليبه كده في الزيت، تحمصوا بس شويه، يتحمصوا شويه. بعد كده هجيب الدقيق، معلقتين الدقيق، تمام. وهنا الدقيق في ناس بتحطه كده بعد ما تحط العسل، لكن انا بحب احمصه شويه مع السمسم والسوداني في الاول. هديله بردك تقلبتين كده. وبعد كده هجيب قرطاس المحوجه، هنزل بردك بيها. وهنا معلقتين الحلبه، واوعي تزودي عن معلقتين الحلبه، لان الحلبه بتمرر العسل. زياده عن معلقتين هتمرر معاكي العسل. هي دي المقادير المظبوطه التمام. هنزل بقى بيهم واديهم تشويحه مع الزيت حوالي كده بالظبط كمان 5 دقايق. هديهم بس كده تشويحه. هنا الحاجات كلها بصي ريحتها بتطلع وبتبقى جميله، ريحتها بتقلب البيت كله. وبعد ما اديهم التشويحه مع بعضيهم كده، هنزل بكيس العسل الاولاني. انا هنا مقاديري على 2 كيلو عسل، وادي الكيس التاني، كل كيس كيلو. وبعد كده يا حبيبه قلبي زي ما انت شايفه كده هقلبهم وافضل ايدي فيهم عشان ما تكلكعش معاكي، وتكوني عاملاها في حله واسعه، لان العسل هنا لما بيغلي بيفور معايا. بصي فار ازاي. انا عايزاكي تجيبيها في حله كبيره، بصي تفضلي ايدك وتقلبي فيها، تقلبي فيها عشان ما تكلكعش معاكي. هتسيبي الخليط ده حوالي نص ساعه على النار. لو النار هاديه تمام نص ساعه، ساعه الا ربع. النار متوسطه يبقى نص ساعه.
وهنزل بعد ما غلت لها بقى شويه كده، هنزل عليها بالليمونه، عصر الليمونه وانزل عليها. هسيبها بردك على النار، ايدي فيها بردك زي ايه، زي 10 دقايق كده. يعني هو العسل كله مش هياخد اكتر من نص ساعه لساعه الا ربع لو النار بتاعتك هاديه. بعد ما غلى كده زي ما انت شايفه كده، كده تمام وزي الفل. انا كده هطفي بقى عليه، هطفي عليه لغايه ما تهدى وتبرد. هي هنا هدت وبردت خلاص. بصي اتقلت ازاي، كل ما تقعد كل ما هتتقل برضو. بصوا جمال السوداني والسمسم، جميله جميله جميله. عشان تختبريها تبقى حلوه بقى، انا عايزاها تبقى عامله زي المربى بالظبط. بصي بصي تقولها تحفه. هو ده العسل المظبوط، الحلبة المعقودة او المفتقة المظبوطة، هي دي. هبتدي بقى يا حبيبة قلبي، عايزة تحطيها في برطمانات، عايزة تحطيها في علب، اللي انت عايزاه. انا بعد ما بردت خالص، ما ينفعش تحطيها سخنة عشان لو عرقت هتسكر لك العسل. العرق بتاع السخونية هيسكر لك العسل. هنا كده تمام. وفايدة الليمونة برضك ان هي بتحفظ لي العسل فترة طويلة. او ممكن تحطي حبة ملح ليمون، بس انا حطيت هنا ليمونه بديل للملح الليمون. وزي ما انت شايفه الجمال والروعه، بجد جميله. والمقادير بتاعتها مظبوطه مظبوطه مظبوطه. الف هنا وشفا على قلبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.